شهدنا الذات في مرآك. شهدنا كمان واحدة اللي خط. الله. نعم. الله. شهدنا، بس بجيب لك بالشريعة، شهدنا الذات في مرآك وإن جل عن الإله. أولا نجيب الآيات كثيرة يا ابني لتفيد هالمعاني. إن الذين يبايعونك الإكي إنما يبايعون الله. شايف؟ فمعناتها بدك تخترق حجاب الخلق إلى الخالق. فهمت كيف ولا أشرح؟ اشرح. لا هلا أنت وإذا نفرض أنك أنت طالب في المدرسة، شو هو؟ وقت تقعد تسمع بالأستاذ وعم بيعلمك، صح ولا لا؟ أنت ظاهرا منين عم تتعلم؟ من الأستاذ، وحقيقة الله اللي عم بيعلمك. عم تنتقل هذا العلوم إن كان فيزياء ولا كيمياء ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا طب ولا هندسة ولا كذا، علومه الله هو عم يديها كل شيء بوقته. هلا العلوم الذرة وعلوم هي ظهرت قبل عصور الأجسام، لا كل شيء له وقته. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. افتح لنا زين. من علم هذا اللي شايفينه العلوم هي كلها من بعضية تبعيضية، من شيء من علمه هذا. رشحة ما رشحة أبد. إذا كان عندك يعني خابية كبيرة هيك نقطت لنا نقطتين ثلاثة مي وسفلى، هذا اللي أخذناه من العلوم، والباقي ما عرفنا يا ابني. ظهر. لذلك قلنا لكم أنا سر الذات، أنا غيب الذات. ظهر سر الذات نور محمدي، هذا اللي رشحت علينا من الكائنات. أما الغيب، غيب الذات فينه؟ شايف؟ لا. فأنت ظاهرا مين عم بيعلمك؟ الأستاذ. وحقيقة مين عم بيعلمك؟ الله. رحت عند الدكتور تداوي أسنانك، ظاهرا هذا عم بيقرأ لك أسنانك، صح ولا لا؟ وحقيقة مين عم بيداوي لك ياهو؟ الله. ظهر سيدنا فيه. نعم. فإن الذين يبايعونك ظاهرا لم عباية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقيقة لو بايعت الله إنما يبايعون الله. الآية الثانية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فمعناته مين عم يرمي؟ الله مو أنت. فمعناته أنت لازم تجتهد لتوصل لها التجلي. وقت بتتحرك هذا مقام فناء بالأفعال. وما رميت إذ رميت ولكن الله مقام فناء بالأفعال. شايف؟ وتتحرك تشيل هذا بتحط هذا تدرك على أنه الله هو اللي عم يحركك سكنك مو أنت. ظهر. شايف؟ ليعذبهم الله بأيديكم. مين عم بيعذبهم؟ الله. ولكن ظهر من هن ايدينا. ظهر. فهمت شلون هلا؟ نعم. شهدنا الذات في مرآك وأجينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلعنا هيك بنبينا لو نشوف خالق نبينا، مصور نبينا، واضع أسرار النبوة فيه والمتجلي عليه والمتكلم به والمحرك له. لذلك شهدنا الذات. وليش حكى على الذات؟ لأنه في دلائل من القرآن يعني ولو أن بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله
شايف؟ لذلك هون الإشارة وقت تجي عند مقام النبوة أبين لك رأسا لشهود الذات. لذلك الشيخ لا يكون شيخا معتبر بين الشيوخ إلا أن يرفع إلى مقام الثناء بالذات. ما نهضك بحاله ورتبته إلى هالمقام بدور على غيره. صح؟ هي دليل من القرآن. ولا عليك رأي يعني عيب أو مأخذ. استأذنت منه أو ما استأذنت منه؟ إذا كان مريد اللي عنده استعداد. إذا عنده استعداد نعم. أما إذا ما عنده استعداد بيكون هذا بروح من هون لهون بضيع وقته. ما فهمت علي شلون؟ لذلك وقت الشيخ ما بيعرف هذا عنده استعداد ولا لا بيعرف، بس شو بيعمل؟ بيقول لعله الله يخلق خلق آخر. ما انتبهت؟ وأوقات عم يوبخه، أوقات يحكي معه كذا مشان يهض له همته حاله وكذا. شايف كيف؟ بس بقول إذا بقي هيك أحسن ما يروح يضيع بين الناس بين العوام. بيجي هم القوم ولا يشقى بهم جليسهم. الحشر على رتبتنا. صح ولا لا؟ حضرتنا حضرة كرم مو حضرة بخل. صح ولا لا؟ ما أنكم تو الملك وقت اللي بيوزع وقت يوزع الملك وعلى بعرفات عطى العالم دون عالم. المنيح وروحش عطاء والمقبول وغير مقبول عطاء. هدول هدايا عطاهم أكل وشرب ومع عصيرات مشان ينبسطوا بعرفات. شوف قديش عم دلل الله ما انتبهوا هذا حسب الملك. صح ملك الله. الشكر لازم موجه مو للملك، للملك الحقيقي هذا اللي أنا أعمل هيك ولا صح. اللهم صل على الله. عن الإدراك يعني هالرتبة هاي صعبة تحصلها بسهولة. هاي يعني جلدت عظمت يعني محيضة واحد بيحسن يوصل لهون. بس بقى عالم بشي العالم اللي هون جلد بمعنى يعني استحال وإلا يعني جلت عظمت صعبة يعني ما استحالت. ما استحالت لا. كيف إذا أبو بكر الصديق يقول العجز عن درك الإدراك إدراكي. شلون يعني بقى فاهم؟ كل شيء ليش هذيك عن درك كل الذات. شايف؟ شهدنا الذات كالشهود ممكن. شايف؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وأن تعبد الله كما توجه وين؟ إلى الذات والأسماء. يعني إدراك الكون فقط هذا هو المستحيل. أما وقت بتوقف عن عجز إدراك الكنه الذات فهون إدراك، لأنه مستحيل تدرك كنه الذات. أما تجليات الأسماء والصفات ممكن. شايف كيف؟ لذلك قالوا ما عرف الله إلا الله. إيه يعني تعرفه به؟ طالما لسه أنا حج عبد الله مزياد حج فيصل من زهرة حج خضر من شكله أسيده ما يصير الحركة. هذا كله نقبرهم نرتاح منهم. مضبوط ولا مضبوط؟ نعم. فأماته فأخبره ثم إذا شاء أنشر طالع بالخلق. الثياب عليك أو العروس مهما كانت جميلة إذا ما بتلبسها ثياب العرس اللي بتليق فيها، لبسها ثياب المطبخ تطلع حلوة شيء مهما كانت جميلة. جاوبني. أما شو بتعمل العروس؟ شو بتعمل؟ بتلبسها ثياب العرس تظهر جمالها وبهاء أكثر. صح ولا لا؟ طالع عريانة بتلاقيه ما في أبشع منها. جاوبني. أنت طلع عريان طلع ما في أبشع منك ما في. صح ولا لا؟ كذلك الحقيقة يا ابني شو بده يعمل؟ بده يلبسها ثوب الشريعة تطلع ما في أحلى منها عروسة. لا. لذلك